السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة شيكالاستيك. النهاردة هنقدم مع بعض وصفة سهلة جدا. هنقدم مع بعض التومية بطعم مختلف، مكونات مختلفة بمكونات بسيطة موجودة عندنا في البيت. معانا علبة زبادي بلدي، ومعانا مايونيز، ومعانا توم مهروس، ومعلقة ملح صغيرة، ممكن تكون نص معلقة كمان. معانا علبة زبادي كبيرة، ونحط معاها حوالي 4 معالق مايونيز كبار، ومعاهم نص معلقة توم صغيرة مفرومة. لو كنتي وصلتي معايا هنا لغاية اللحظة ديت، لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنحط مع بعض زي ما انتوا شايفين التوم. هنقلبه مع بعض كويس جدا، بحيث ان هو التوم يبقى متقلب كويس قوي في التومية. والثوم ده على حسب الرغبة، انت لو حابة تكتري بتحطي كتير، انت لو حابة حاجة بسيطة زي ما انا ما حاطة كده بتبقى حاجة بسيطة جدا. ونحط معاهم نص معلقة ملح صغيرة، ونقلبها كويس جدا لغاية اما الخليط يتماسك وما يبقاش فيه كتل من الزبادي او من المايونيز. وزي ما انتوا شايفين كده كده التومية خلصت معايا. ما تنسينيش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا وشفا. هنزينها كده بحاجة بسيطة قوي، شوية بقدونس من فوق. وبالهنا والشفا. يا رب الفيديو يكون عجبكم والفكرة تكون عجبتكم. وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.